يستعملها النجار تصنع من النحاس والخشب والبرونز. وتشاهد إلى اليسار رجلا ينشر كتلة من الخشب إلى ألواح. وكانت المطرقة والأسميل والقدوم وقوس الحفر لحفر الثقوب من الأدوات التي كان يستعملها النجار. ترسانة السلاح. كان الفراعنة يهتمون بأن يكون الجيش مزودا بالسلاح في كل وقت، وكانت الأسلحة تشمل الأقواس والسهام والسيوف وبلاطات القتال والحراب إلى جانب الدروع والرماح. صناعة العطور. كانت العطور محببة إلى النساء في مصر القديمة، وكانت تتكون من الزيوت العطرية والشحوم. وكان عصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميك، ثم يلوى طرف الكيس باتجاهين متضادين باستعمال قضبان خشبية. غزل الكتان ونسكه. كان الكتان أكثر الأقمشة استعمالا في الأزمنة القديمة، ونرى في هذا المشهد المراحل المختلفة في صناعة قماش الكتان. فيتم تمشيط حزم من سيقان الكتان خلال أسنان مشط خشبي للتخلص من الأطراف والأوراق، ثم تنقع السيقان في الماء لبضعة أيام كي تلين، ثم يتم ضربها بمطرقة خشبية، وبعد ذلك تمشط السيقان خلال أسنان مشط آخر أصغر من سابقه. صناعة الورق. كانت صناعة الورق من الصناعات الأخرى الهامة، لكنها كانت حكرا على الدولة، ويعتبر الجزء السفلي من ساق نبات البردي هو أصلح جزء لصنع الورق. وأول الخطوات هي تقشير اللحاء الأخضر الخارجي، ثم يوقع اللب الأبيض في الماء. بعد ذلك يشرح هذا اللب إلى شرائح طولية رقيقة، ثم توقع في الماء العادي. وبعد تكرار عملية النقع ترص الشرائح اللينة على قطعة من القماش في طبقتين، إحداهما رأسية والأخرى أفقية. وبعد أن يتكون سطح الورقة بهذه الطريقة يدق بمطرقة خشبية بهدف لصق الطبقتين، وبعد ذلك تغطى الورقة بقطعة أخرى من القماش وتوضع بين حجرين ثقيلين لبضعة أيام، ويتم جفافها في هذه الفترة في الشمس وتصبح بعد. كان النبيذ الجيد من المشروبات المفضلة عند قدماء المصريين، ويرينا هذا المشهد كيفية صناعة النبيذ. فتوضع عناقيد العنب الناضجة في حوض مصنوع